السلام عليكم. النهارده يا جماعه عندنا وصفه كل الناس بتدور عليها. الوصفه دي لازاله الرؤوس السوداء، لازاله الدهون اللي بتبقى اللي هي البيضه اللي على الوش، لازاله التصبغات، طبعا تفتيح البشره. احنا اصلا بنلعب على النقطه دي في اي ماسك احنا بنعمله. طبعا انا طالعه لكم من غير نقطه ميك اب، لان برضو المصداقيه ان انا لما بقول لك مثلا استخدمي الماسك ده مثلا، لا ينفع ان انا اطلع لك بفول ميك اب واقول لك حطي الماسك ده مش عارفه حطيه على ايدك كده هيجيب نتيجه، ما انا لازم اعمله قدامك. طبعا عشان اطلع اعمل لك ماسك ما ينفعش ان انا اطلع فول ميك اب والكلام ده، لازم البشره تبقى نظيفه تماما عشان ابتدي احط عليها الماسك. دلوقتي الماسك ده عباره عن ايه يا جماعه؟ طبعا ترند الكركم احنا نستخدمه في حته تانية، كله عارف ترند الكركم والاضاءه لا احنا بقى هنعمله حاجه تانية. هنعمل ماسك الكركم يا جماعه ممتاز قوي للبشره، بس خلينا ندخله في ماسك. في ماسكات ممكن احط لك مثلا مع الزبادي والنشا و نحط لك كركم. مشكله الكركم عند بعض الاماكن اللي في مصر انه مضاف له الوان، فلما تحطيه على البشره هيديكي لون اصفر على البشره، مش هيبقى سهل ابدا انه يروح. لكن في اماكن تانية عند عطارين تقال مثلا هنا لا، هتلاقي الكركم الاصلي، وهتلاقي لما بتحطيه على بشرتك عادي جدا وتيجي تغسليه هتلاقي عادي بيروح، مفيش اي مشكله. فيا جماعه لما تيجوا تجيبوا مثلا حاجه تحطوها على وشكم او على شعركم، اهتموا قوي ان انتوا تجيبوا من ناس كويسه او عطار كبير قوي، علشان يبقى عنده الانواع دي كويسه وما تعملش تصبغات للبشره اكتر. يبقى احنا بنضر البشره مش بنعالجها. عطار يعني من الاخر بتصف ان ده حاجته A1 حاجه ممتازه. هنبتدي بقى قدامكم زي ما قدامكم كده، احنا بنحط معلقه كركم ومعلقه جيلاتين بودر، دي عند اي عطار، وفي كمان في السوبر ماركت بتتباع باكيتات دلوقتي. عايزه تجيبي من العطار هاتي ب 20 جنيه يقعد عندك ما شاء الله، يعني حبه حلوين قوي. معلقه ومعلقتين لبن بحيث ان هو يبقى بس حاجه سايله، واللبن يكون سخن يا جماعه، مش سخن بيغلي بس سخن بحيث ان هو يدوب الجيلاتين، وبنقلبه كويس جدا. والبشره زي ما قلت لكم نظيفه جدا مغسوله، مش عليها نقطه ميك اب، ما ينفعش يا جماعه ابدا، ولا عليها كريم مرطب حتى. انا بغسل البشره عشان افتح المسام واحط الماسك فيبتدي المسام تفتح وتتشرب الماسك، ما ينفعش اكون حاطه حتى كريم مرطب. بحط بوزعه على البشره وبعدين بنستنى الفتره اللي هنستناها لما يشد على البشره وينشف ونبتدي نشيله. طبعا انا هعمله قدامكم، يلا بينا نبتدي نطبقه على البشره. بصوا يا جماعه ده بيبقى قوامه زي ما شفتوا كده في الفيديو، وده قدامكم اهو. طبعا البشره زي ما اتفقنا مغسوله تماما. نبتدي بقى نوزع بسرعه عشان ايه؟ الجيلاتين ممكن يمسك. لو انتي عاوزه تحطي مثلا في مناخيرك بس، في دقنك بس، طبعا المنطقه اللي تحت العين نبعد عنها تماما. ماسكات ممكن تستخدميها، طبعا هحط لكم لينكها دلوقتي هيطلع لكم. الماسكات دي تفتيح وامنه جدا لو حطيتيها في العين، لكن اي ماسكات بتتشد ما ينفعش. تمام، انا مش عايزه اكتر من كده لان الحجاب، فبالنسبه لي كده تمام جدا. انتي طبعا بتحطيه على وشك كله وبتبعدي عن منطقه العيون. هنستنى من 15 ل 20 دقيقه، ممكن لو الجو برد يوصل 30 دقيقه ان الماسك يشد وينشف. لو وقفتي قدام المروحه هينشف اسرع، يشد وينشف ونرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه انا هنا نشف ازاي، شايفين؟ نشف جدا، لازم توصلي للمرحله دي. تمام، انا هنا ايه ابتديت اشيل منه. بصي هو سهل قوي قوي اهو في شيل. الفرق يا جماعه بيبان في نفس الجلسه، يعني رهيب رهيب. هكمل انا بقى اشيله وارجع لكم تاني. ورجعت لكم بعد ما غسلت وشي. طبعا شايفين الحمار، حتى انا جايه لكم والطرحه مبلوله اهو يا جماعه للمصداقيه. تمام، انا غسلت وشي طبعا شيلته كله، وبعدين بتغسلي وشك بالراحه. لو انت حسيتي ان الكركم اثاره لسه باين، يعني انت جايباه مثلا في شويه، ساعات بيبقى الكركم كده بيسيب اثر اصفر كده على البشره، ممكن تغسلي وشك بشويه غسول اللي انت بتستخدميه عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله. ما عندكيش غسول ممكن نقطه ميه ورد على منديل كده وتمسحي، يمسح لك اي بواقي اصفر في وشك.
وبعدين بتنشفي وشك بمناديل كده بالراحه. بصوا حتى في حمار من ايه، من اثار الشد وانا بشد يعني. بس طبعا ده كله ايه بيهدى خلاص. انتوا شايفين الوش يا جماعه، انا والله العظيم ولا نقطه ميك اب ولا فلتر ولا اي حاجه خالص. انا طالعه لكم على الله حكايتي زي ما بيقولوا يعني، مفيش اي حاجه خالص عاملاها في وشي. فان شاء الله ان شاء الله لو جربتوا الماسك ده هيفيدكم، لانه ممتاز في تنظيف المسام، بيشيل التصبغات، بيفتح البشره، بيشد التجاعيد، بيدي نضاره للبشره. ممتاز يا جماعه، جربوه. ده بيستخدم مره واحده بس من اسبوع ل10 ايام. لو انت بشرتك حساسه بلاش تشديه، ممكن بعد ما بتحطيه على وشك بتغسليه عادي جدا بالميه. هو لو غسلتي بالميه بيتغسل عادي جدا من غير شد. لو انت بيحصل لك تحسس من شد الماسكات، في ناس كده وفي ناس بيطلع لها حبوب كمان لما بتشد الماسك، هي طبيعه بشرتها كده وهي عارفه. لكن الناس الطبيعيه العاديه زينا كده لا، دي بتشديه ما فيهوش اي مشكله، بتستني نص ساعه لما ينشف تماما وبتشدي البشره. عايزه تحطي بعد ما بعد خلاص ما بتغسلي وشك بتحطي مرطب عادي جدا. مش عاوزه خلاص، هو لوحده بصراحه والله العظيم يا جماعه عامل زي فلتر على وشي ما شاء الله، نعومه فظيعه. انا كمان ما حطيتش الجزء ده والله، النعومه واصله لهنا وواقفه يعني. طبعا الحجاب برضو ما ادانيش مساحه ان انا احط كويس على وشي كله ولا الكلام ده. انت في بيتك هتبقي مرتاحه اكتر ان انت تحطي. استنوني ان شاء الله في وصفه احلى واحلى، فضلا ليس امرا. اللايك وتصلي على النبي تحت في الكومنت. يلا مع السلامه.